محمد الحسيني في دقيقة واحدة. ماشي يا ريس. لا شكرا يا سعادة الريس. في الحقيقة أنا اتكلمت 5 مرات على أرض الإصلاح الزراعي، والوزير قال لي أنا ماليش أرض. الوزير يوم السبت نزل في جورنال الأخبار بيع بالمزاد العلني على أرض ب3 مليار جنيه، ومعايا الورق والجورنال. بحكم القانون ما ينفعش أي وزير يبيع أي أملاك إلا بعد موافقة المحافظ، على أساس السيد رئيس الجمهورية اتفق مع السيد رئيس الوزراء، قال له عايزين ناخد اراضي نعملها مدارس. انا عندي في الجيزه محتاجين 48 قطعه ارض، 400 قطعه ارض. بولاق عايزه 48 قطعه ارض. في نفس الوقت الوزير اللي ما يعرفش الاراضي بتاعته فين بيعمل مزاد بالمزاد العلني على ارض الصلاح الزراعي. تقدمت لسيد رئيس الوزراء ولحضرتك بوقف بيع اي وبناء عليه محمد حسيني عليه وقف اي اراضي للبيع احنا محتاجينها يا ريس. وشكرا. شكرا.